تخيل تكون متزوج أكثر من 20 سنة وعندكم 4 أطفال وعايش حياة مستقرة. بسبب ظروف الحرب تسافر برا السودان عشان تأمن حياة كريمة ليك ولأسرتك. تكتشف أنه زوجتك طلقتك غيابيا وتزوجت برجل تاني وكمان ولدت منه طفل. القصة دي حصلت في السودان والآن وصلت المحاكم. لكن عشان نحكي تفاصيل القصة دي خليك معانا واعمل شير واعمل لايك للقناة دي. رجل متزوج أكثر من 20 سنة والحياة بيناتهم مستقرة لحد كبير، وربنا أرزقه ب4 أطفال من الزوجة دي، وفجأة تحصل الحرب في السودان. الرجل قرر يسافر خارج السودان عشان يوفر حياة كريمة له ولأولاده ويضبط وضعه ويجمع أولاده ويجمع شمله. والأسرة تفرغت في بعض الولايات في السودان. الزوجة انتقلت هي وأولادها للولاية الشمالية، وكان التواصل طبيعي. شوية شوية التواصل قل بين الزوج والزوجة، كل ما يتصل يرد عليه الأولاد: أمي نايمة، أمي عند الجيران، أمي ما في. واستمر على هذا المنوال. بعد حاول يجمع شمل عائلته اكتشف الحقيقة الصادمة: الزوجة رفعت قضية إلى المحكمة وطلقته، وكان السبب الغياب بسبب الحرب. بعد استلام وثيقة الطلاق وانتهاء العدة تزوجت برجل تاني وأنجبت منه طفل، وسافرت خارج السودان هي والزوج الثاني وأولادها. حاليا الموضوع ده في المحاكم. الرجل بيتحدث وبيتكلم كيف يتم الطلاق بدون اخطار رسمي، لأنه لما تم طلاق عن طريق المحكمة ما جاه اخطار رسمي ولا جاه إشعار رسمي بالطلاق، تم الطلاق غيابيا. ولذلك الرجل الآن رافع القضية في المحكمة. في عدة أسئلة مطروحة: ليه الطلاق تم بدون اختار الزوج؟ وليه الزوجة أخذت الأبناء وسافرت بهم ومفروض هو الزوج المسؤول؟ عديد من التفاصيل حصلت في هذه القصة، وده كله بسبب الحرب وظروف الحرب وظروف السودان. تخيل يا عزيزي انت تكون متزوج 20 سنة، لما تجي تجتمع بزوجتك تكون طلقتك وتزوجت رجل تاني وأنجبت منه. رأيكم شنو في القضية دي؟ ورأيكم شنو في القصة دي والموضوع الحاصل حاليا ده؟ وفي عديد من القصص ممكن تكون بسبب الحرب وممكن تكون بسبب الغربة، وكل إنسان له ظروفه وله وضعه. وفي زوجات براعا وفي أزواج براعوا وفي زوجات ما براعا، وده الحصل. إذا عجبتك القصة تابعنا واعمل شير واعمل لايك لهذه القناة. تحياتي.